السلام عليكم الاخوات، السلام عليكم الميمات، كي دايرين؟ نتمنى يا ربي تكونوا بخير وعلى خير ويلقاكم هذا الفيديو في تمام الصحه ان شاء الله، وما خاصكم حتى شي خير سان كيف ما العاده. فيديو جديد ونهار جديد مع اختكم حياه. نتمنى تقبلوا على الفيديو كيف ما هو، واللي مازال ما اشتركش يشترك باش ديما يوصلكم الجديد. اليوم ان شاء الله غنشارك معكم الطريقه ديال مطيشه الحك. انايا كنديرها بهاد الطريقه هذه اللي طبيعيه وزوينه، حسن من ديال المحلات بألف درجه. هذه ما فيهاش دوك المواد وما فيهاش شحال من حاجه كيزيدوا، راكم عارفين مطيشه الحك شحال من حاجه كيزيدوا فيها. مي انايا قلت كاينه مطيشه موجوده عندي، علاش لا اللي ما نستغلهاش وما نخليهاش تضيع. واخا نكون كنديرها خنديرها بحال هكا في الطاجين ولا ندير في شلاضه ولا شي حاجه معها، هي تبارك الله كثيره وغادي غير تبقى تضيع ليا. وقلت علاش لا خليت حتى واحد الكيلو ولا هكاك على حساب شلاضه واي حاجه بغيت نستعمل فيها غادي نستعملها. وهذه قلت علاش لا كيف ما قلت لكم اخوتي وخواتاتي، قلت علاش لا اللي ما نديرهاش مطيشه الحك وتكون ديال الدار وطبيعيه 100% وزوينه، ماشي بحال ديال الحك اللي كتباع بسميتو. ودابا راها غلات، راه ولات غير هذيك الصغيره، ولات غير ديك الصغيره كاع دايره 5 دراهم، والكبيره ولات دايره 10 دراهم 11 درهم. وقلت علاش لا، رمضان قرب اجي نصاوبها غير في الدار. مطيشه عندي ومتواجده عندي، قلت علاش لاني ما نستغلهاش ما نخليهاش تضيع. وكيف ما قلت لكم اخوتي خواتاتي، هذه هي الطريقه ديالي، ونتمنى تعجبكم. وانتم الاخوات خليكم مع الفيديو. وهنايا من بعد ما ساليتها في التقطاع ديالها، نتمنى التصوير يعجبكم. كيبان لي الفيديو بحال مظلم شويه، ولكن مع التليفون ديشارجي ليا وما بغاش يشعل ليا داك الفلاش ديال التليفون. نتمنى الفيديو يكون واضح. انا بغيت نوصل لكم داكشي اللي كندير بالضبط في هاد مطيشه الحك هذه. المهم هنايا من بعد ما ساليتها في التكرات ديالها باش قطعتها باش هذاك الماء يطرخها، صافي درتها حتى طابت واحد 20 دقيقه بحال هكاك. وهنايا من بعد ما طابت كيف ما شفتوا الفار راه باقي كيطلع منها، صافي درتها في هاد الستايه هذه. نتوما اي شبكه اي حاجه عندكم اللي غادي شي صفايه بحال هكا اللي غادي تخلي دوك الجلود ديال المطيشه ما يطيحوش في البانيو نهائيا، استعملوها. انا عندي هذه اللي مسدوده شويه خليتها، عندي الاخرى شويه واسعه بزاف غادي يطيحوا منها، غادي يطيحوا دوك الجلود ديال المطيشه. مع كيف ما شفتوا مطيشه راه عندها جلده رقيقه وراها طابت تبارك الله ما شاء الله، ولات مخ طيبه بزاف. صافي بقيت مستمره على هاد الشكل هذا. هانتوما شوفوا كيفاش كتخرج تبارك الله ما شاء الله من 6 ايام قاده. صافي هنايا حاطه البرمه هدايا وفيما كندير شويه بشويه حتى ساليت هذيك الكميه اللي عندي ديال المطيشه. نتوما تقدروا ديروها في سميتو، تقدروا ديروها في الميكسور ولا في الهاشوار. انا هنايا عندي غير مولينيكس عادي درتها فيها، ولكن زعما بغيت نطحنها نيشان وعاد نسيها حتى يطحن دوك الجلود. ولكن درتها في المولينيكس، ما عندي المولينيكس ديال البلاستيك وبالزربه بغا يبدا يطردق مع ديال البلاستيك. راكم عارفين باش كديروا فيه شي حاجه سخونه. وانا هنايا مضطره باش نزرب على الفيديو حيتاش مشى الحال، ودابا 12 ديال الليل هذا 12 ديال الليل باش كنت كندير هذا الفيديو هذا. وبغيت الفيديو نساليه باش ما نبقاش كل خطره ندير شويه باش يتقاد لي ندير فيديو واحد. ما بغيتش نبقى نقطع في الفيديوهات كيعذبني في المونتاج. صافي درت هاد الطريقه هذه ستيتها حتى بقاو ليا غير الجلود. وبالله ما بردو دوك الجلود وعاد رديتها في المولينيكس وعاد طحنتها. نتوما ديروها في الهاشوار باش تسهل عليكم. صافي ديروها غير مره واحده، تستيوها غير مره واحده بحال هكا، ما تعاودوش ديروا جوج خدمات بحال اللي درت انا. ولكن انا اضطريت باش غادي ندير
باش غندير هاد الخدمه هذه بحال هكا ستيتها عاودت طحنت هذوك الجلود بوحدهم. نتوما خوتي وخواتاتي كيبقى الاختيار ديالكم، و... واي طريقه بغيتو ديروها. انا غير شاركت معكم هذا الشيء اللي كندير انا حاليا، وشاركت معكم الطريقه ديالي، ونتمنى تقبلوها ليها. وهنا خوتي بعد ما ساليت بقاو لي غير هذوك الجلود كيف ما شفتوا هما هادو، درتهم في المولينكس من بعد ما بردوا. مع المولينكس عندي كيف ما قلت لكم غير ديال البلاستيك، درت فيه ديك مطيشه سخونه وبدا كيطردق بغى يتهرس. صافي خليت هذوك الجلود حتى بردوا وغادي نعاود نطحنهم. وهنا من بعد ما طحنوا دوك الجلود كيف ما شفتوا تبارك الله ما شاء الله حتى هما باقي فيهم الخير والخمير. صافي درت هنايا هاد الستايه هذه وغادي نعاود نصفيهم. الا بقات فيها شي حاجه ديال الجلود ولا اي حاجه، مهم دوك العظام ديال المطيشه ضروري ما غادي تستوى. انا هنايا فضلت هاد الستايه هذه مع رقيقه، واخا عذبتني شويه ما بغاش تخرج، قلت ماشي مشكل غادي نديباني بها حتى غنسالي ديك الكميه اللي عندي. وهنايا من بعد ما زربتنيش هذيك الستايه مع دايره بزاف رقيقه بزاف، ما خرجت ليش مطيشه بالزربه والجلود كيحبسوها، اضطريت باش نستعمل هاد البانيو هذا فيه الشبكه من الجناب كيستي حتى هو اي حاجه كنغسل فيه بحال هكا الخضره، العداس القطنيه شي حاجه بحال هكا، وكنستي هذاك الماء غير من داك الجنب. صافي جاتني هي كتسربي واحد شويه على الشبكه، صافي زربت عليها حتى هي عاوناتني صراحه. وكتبقى هذه هي الطريقه ديالي. وانتم اخوتي وخواتاتي خليكم مع الفيديو، واللي وصلت لهنايا ما ينساش يدير واحد لايك وبارطاج القناه مع الاخوات والاحباب، ونتمنى الفيديو ينال الاعجاب ديالكم. وهانتم الاخوات خليكم مع الفيديو. وهنا من بعد ما ساليت كيف ما شفتوا بقاو غير هذوك الجلود. الا بغيتو حتى هما تعاودوا طحنوهم وتعاودوا تستيوهم، عاودوا طحنوهم حيت ما غلات وما خاصكم تضيعوا حتى شي حاجه منها. وكتبقى هذه هي مطيشه الحك ديالي اللي كتجي ما شاء الله عليها، اللي كتجي الروعه ديال الدار، اللي كتجي غزاله ما شاء الله. ديريها في اي حاجه، ديريها في البيتزا، ديريها في اي حاجه، في اي حاجه مطيشه البيض، ديريها في الحريره، ديريها في الشوربه ديالك. صافي هنايا زديتها عطاتني واحد الكميه تبارك الله ما شاء الله. زديتها هنايا مع هذيك الكميه الاولى اللي طحنت، هادو راه غير جلود اللي عاودت طحنت وخرجت منهم هاد الكميه هذه. صافي هنايا خلطت دوك هذيك الاولى مع الثانيه، عطاتني هاد البانيو هذا تبارك الله راه كبير ما شاء الله. وهادو هما التوابل اللي درت البزار وشويه ديال الملحه ومعلقه ديال التحميره ومعلقه ديال الفورس. وغادي نردها هنايا حتى تطبخ مزيان الاخوات، حتى تبدا تطبخ وتبدا تختار. وعاد غادي تجبدوها وعاد غادي ديروها في القراعي ولا في الميكا ولا في اي حاجه بغيتو تستفوها نتوما، كيبقى الاختيار ديالكم. صافي هنايا درتها في الطاوه هذه وغادي نديرها فوق النار واحد 20 دقيقه حتى نص ساعه ماشي مشكل. قد ما طابت مزيان قد ما دوك التوابل كيدخلوا في وسط منها، قد ما غاديش تخسر لكم، غتبقى معكم واحد المده اللي طويله في الكونجيناتور. هنايا شاركت معكم راها مشات بدات كطيب، بدات كدير دوك الكشكوشه. انا هنايا خليتها طابت لمده نص ساعه على الاقل، عاد حيتها حتى بدات كتختار وما بقاتش فيها ديك الكشكوشه بزاف.
وهي كطيب وانا مستمره بالتحريك ديالها باش ما تلصقش، باش ما تحرقش، باش ما ديرش ديك الريحه ديال، حيت الا لصقت غير واحد شوي، حيت ديك المطيشه اللي كتكون ما فيها اللي كتكون لتحت كتحتل وكتحرق بالزربه، خاص ضروري تبقاو مستمرين على التحريك. وكيف ما شفتوا هنايا راني جبتها، ما بقاتش فيها ديك الكشكوشه نهائيا. ضروري ما خصش ديك الكشكوشه تكون باقه فاش كتكون كطيب، فاش ما تبقاش ديك الكشكوشه عرفوها بانها صافي راها طايبه. وهنايا درتها في هاد القراعي هادو. نتوما كيبقى الاختيار ديالكم، واخا القرعه ديال المشماش درتيها انا مطيشه مع هي اللي عندي خاويه، ما متواجدينش عندي القراعي، ودرتها في هاد القرعه هذه كبيره، وغادي نخليها في الكونجيناتور ان شاء الله يا ربي. غادي نخليها لرمضان، ولا لا احتاجيتها قبل رمضان ولا شي حاجه ما غادي نجبدها، المهم في وقت ما احتاجيتوها غتجبدوها. وكيبقى الاختيار ديالكم، بغيتي ديروها في السلوفان ديروها في السلوفان، ديروها في دوك الميكات اللي كيتسدوا وتقسموها على جوج ديروها في الميكات. كيبقى الاختيار ديالكم، وانا هذه هي الطريقه ديالي. ونتمنى الفيديو ينال الاعجاب ديالكم، وبسلام عليكم وخليت لكم الراحه. طنجة يا طنجة عروسة الشمال، طنجة يا طنجة